السلام عليكم الاخوان. في هذا الفيديو الاخوان غنتكلموا على داك الفيديو اللي درنا ديال الاثمنه ديال اللبسانات. الاثمنه الاخوان ديال اللبسانات كنت تكلمت عليهم في واحد الفيديو، الفيديو انتشر بزاف وشي تعاليق لا علاقه لهم بالموضوع، لا علاقه لهم بالموضوع. كاين بنادم حاضيك غير فوقاش تغلط باش انه يتكلم، حاضيك انت غير باش تغلط يتكلم هو. فواحد مثلا قال لك حيت انا قلت بان كل مدينه والثمن ديالها، قال لك واش المدينه كيكون فيها لبسان؟ قول المنطقه. وفهم هاد السطان تاع دابا راه خصكم تعرفوا ان الموقف هو اللي كيحكم على المنطقه. راه الموقف ديال المدينه، واش مثلا الناس في الموقف كيخدموا ب 10 دراهم، غتجي انت تخدم ب 20 درهم، راه ما تخدمش، راه يمشي الموقف يجيب الاخر. يعني راه الموقف اللي كيحكم على المنطقه ديال المدينه كامله. يعني راه الا قلت المدينه فانا قلت الموقف ديال المدينه، يعني المنطقه ديال المدينه وصافي. ولكن بنادم خصو يعاون شويه بعقله في اي حاجه. كاينين عاوتاني الدراري اللي قالوا لك انت اللي نقصتي في الثمن. فانا الا دويت على الثمن فراه انا ما كنقولكش داكشي اللي كنخدم به انا. فراه كاينين الناس كيخدموا هنا مثلا بقل الثمن، انا ما نخدمش به، انا ما نخدمش به كاع، ما عمري نخدم به وما خدمتش به. علاش؟ حيت خدمتي انا كتكلم عليا، حيت خدمتي انا راه كتحكم عليا. كنخدم مزيان، كنخدم بسنات مزيانين، فراه ما يمكنليش انا نقص انا باش نوصل لواحد المستوى ديال واحد كيخدمهم ما عرفتش. ولكن بنادم دابا غير كيشوف كدوي خصو يشد فيك، خصو يرد لك اللومه كامله، حيت انت اللي دويتي. هو خايف، هو يتلقى هو اللي كينقص ثمن وخايف لا يعرفوا الناس باللي هو خصو يرد عليك اللومه. علاش؟ حيت تكلمتي على واحد الحاجه كيديرها هو. داكشي علاش انا تكلمت على الموضوع ديال الاثمنه وقلت ان كل منطقه والثمن ديالها. فما مستحيل مثلا انك تقارن مثلا المنطقه الرشيديه مع الشمال مثلا. راه لا يعقل انك تقارن هنا وهنا. فعلا راه نقدروا نقولوا مثلا توحيد الاثمنه، ولكن مستحيل، لان واحد المنطقه فيها مثلا هنا في الرشيديه محركه فيها الخدمه بزاف ديال البسنات بزاف، والماكن هكا طاحوا كاملين، فراه ضروري يكون شي واحد كيطيح ثمن، جوج ولا ثلاثه كيطيحوا ثمن. اما الشمال فراه على ما عقلت في 2019 2018 راه حتى تما راه مشى، حتى بدا الثمن كيطيح، ولكن خدامين بالسوايع، حتى مشى الثمن كيطيح وحبسوهم، وعاوتاني دابا راه رجعوا الثمن عاوتاني راه طلعوا عاوتاني في الثمن. تحيه لكم الاخوان، وكنتمنى انكم تفهموا داكشي اللي قلت، راه ما طيحتش الثمن وما غاديش نطيحوا. والسلام.